كم الاخوان نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو الاخوان بزاف ديال الاخبار اللي بخصوص حكيم زياش والتصريح ديالو على الوالده ديالو. وغادي نشوفوا كذلك الاخوان اخبار بخصوص اللائحه النهائيه ديال الوالد ركراكي المعسكر التدريبي. نشوفوا كذلك اخر التطورات اللي وصلت لها القضيه ديال اشرف حكيمي والزوجه ديالو هبه عمبوك. المهم بلا ما نطول عليكم الاخوان وندخلوا ديريكت في التفاصيل. نبداو الاخوان بحكيم زياش، بحيث صرح حكيم زياش انه في فتره المونديال ديال قطر 2022 صرح وقال: كنت أخشى على والدتي أن يصيبها مكروه في الإخوان اللي كانوا كيسولوا علاش حكيم زياش ما كانش كيجيب الوالدة ديالو تفرج معاه في مونديال قطر، وعلاش ما ظهراتش حتى شي فيديو أو حتى شي مقطع عكس الأم ديال سفيان بوفال أو الأمهات ديال كاع اللاعبين المغاربه. ودار واحد الحوار مع فوتبول انترناسيونال الهولنديه، وقال بأنه كان كيخشى على الأم ديالو بأن يصيبها شي، وقال بأنه قد أوضح للعالم كيف نعامل أمهاتنا. قصد بهذا الشيء حكيم زياش الإخوان سفيان بوفال وكذلك السباري وكذلك لقد كانت من افضل الصور التي شاهدتها نهائي. بحكم الاخوان انتم كتعرفوا ان الوالده ديالو كبيره في السن شويه، داكشي علاش انه رفض انه يدير دوك التجمعات حيت التيران راكم عارفين كيكون عامر وزحام والغواش. ندوز الاخوان اخبار اساسيه بخصوص والد ركراكي واللائحه النهائيه ديال المنتخب المغربي، بحيث ان والد ركراكي استقر على مجموعه وما باغيش يقوم باي تغييرات. استقر الناخب الوطني والد ركراكي على مجموعته التي يشتغل معها والتي لن تخرج عن العناصر التي حضرت معه مؤخرا في معسكر مارس الماضي لمواجهة البرازيل وبيرو ودي. وعلمت صحيفة المنتخب أن ربان أسود أطلس باغي يخوض لقاء ودي في شهر يونيو المقبل قبل السفر باش يواجه منتخب جنوب افريقيا، وقال انهم ما غادي يقوم حتى شي تغييرات كثيره للاعبين، خصوصا وانهم كاينين شي لاعبين عندهم اصابه، ولكن غادي يضطر انه يدير تغييرات بسيطه. بخصوص الاخوان قضيه اشرف حكيمي والزوجه ديالو هبه عمبوك الاخوان، واخبار كانت زائفه فقط. المهم الاخوان لنا عوده فضل الموضوع هذا في فيديو جاي ان شاء الله غادي نعطيكم داكشي بالتفصيل. هذا ما كان الاخوان، تهلاو لي فراسكم بزاف، نشوفوا فيديو جاي ان شاء الله في امان.